السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا تالت محاضرة في الجيناتكس كورس. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم على دي ان اي ستراكشر. إيه هو الاستراكشر بتاع الدي ان اي؟ الدي ان اي ستراكشر عندنا بيتكون من 3 كومبوننتس، من 3 حاجات. أول حاجة عندنا بنتوز شوجر، سكر خماسي. تاني حاجة عندنا نيتروجينوس بيزز، القواعد النيتروجينية. تالت حاجة عندنا الفوسفات جروب اللي هو مجموعة الفوسفات. طيب أول حاجة عندنا البنتوز شوجر. إيه هو البنتوز شوجر؟ ده الاستراكشر بتاعه. البنتوز شوجر هو سكر خماسي بيتكون من ذرة أكسجين وخمس ذرات كربون. طيب كل ذرة كربون مهمة في حاجة، يعني مثلا عندنا ذرة كربون رقم 1، كربون نمبر 1، بترتبط بإيه؟ بترتبط بالنيتروجينوس بيزز، القواعد النيتروجينية. طب كربون نمبر 2، كربون نمبر 2 مهمة جدا في حتة الديفرنشيشن، بتفرق بين الرايبوز والدي اوكسي رايبوز. ده عندنا اسمه رايبوز شوجر عشان كربون نمبر 2 مرتبطة ب OH، فده خاص بالاستراكشر بتاع الار ان اي. بينما دي خاصه بالاستراكشر بتاع الدي ان اي. ليه؟ لانها دي اوكسي رايبوز، منظور الاكسجين، كربون نمبر 2 مرتبطه ب اتش بس. تاني يبقى كربون نمبر 2 دي مهمه جدا في حته الديفرنشيشن بين الار ان اي والدي ان اي، لان لو كربون نمبر 2 مرتبطه ب او اتش يبقى ده رايبوز شوجر، ده خاص بالار ان اي. بينما لو مرتبطه ب اتش بس يبقى ده دي اوكسي رايبوز خاص بالدي ان اي. تمام؟ طيب اخر كربون عندنا مهمه هي كربون نمبر 5. كربون نمبر 5 بترتبط بالفوسفات جروب. يبقى كده اول حاجه عندنا في الدي ان ستراكشر هو البنتوز شوجر. البنتوز شوجر عندنا اهو بيتكون من ذره اكسجين وخمس ذرات كربون. طيب قلنا اول حاجه عندنا كربون نمبر 1، دي مهمه ليه؟ لانها بترتبط بالنيتروجينوس بيز، بترتبط بالقواعد النيتروجينيه اللي احنا هنشرحهم دلوقتي. طب كربون نمبر 2 دي مهمه في حته الديفرنشيشن، بتفرق بين الرايبوز والدي اوكسي رايبوز. لو كربون نمبر 2 مرتبطه ب او اتش يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه رايبوز شوجر خاص بالار ان اي ستراكشر. طب لو كربون نمبر 2 مرتبطه ب اتش يبقى ده اسمه ايه؟ دي اوكسي رايبوز. اسمه دي اوكسي لان ما عندوش او، ما عندوش اكسجين. تمام؟ فده خاص بالاستراكشر بتاع ايه؟ بتاع الدي ان اي. طب كربون نمبر 5 بترتبط بايه؟ بترتبط بالفوسفات جروب. يبقى ده كده بالنسبه عندنا لاول كومبوننت في الدي ان ستراكشر هو ايه؟ البنتوز شوجر. تمام؟ يبقى البنتوز شوجر بيتكون من ذره اكسجين وخمس ذرات كربون. قلنا كربون نمبر 1 دي بترتبط بايه؟ بترتبط بالنيتروجينوس بيزز، القواعد النيتروجينيه. طب كربون نمبر 2 مهمه جدا في الديفرنشيشن بين الرايبوز والدي اوكسي رايبوز. لو كربون نمبر 2 مرتبطه ب او اتش يبقى ده رايبوز. طب لو مرتبطه ب اتش بس يبقى ده دي اوكسي رايبوز. طب كربون نمبر 5 دي بترتبط بايه؟ بالفوسفات جروب. ده كان بالنسبه لاول حاجه عندنا هو البنتوز شوجر. طب تاني حاجه عندنا نيتروجينوس بيزز، القواعد النيتروجينيه. النيتروجينوس بيزز في منها حاجتين، لو تو رينج يعني لو حلقتين بنسميهم بيورينز. طب لو وان رينج لو حلقه واحده بنسميها البيريميدينز. طب البيورينز عندنا بتنقسم لحاجتين، يبقى تاني نيتروجينوس بيزز عندنا لو تو رينج لو حلقتين بنسميهم ايه؟ بيورينز، اللي هم ايه؟ الادينين والجوانين، وده الرموز بتاعتهم. يبقى اول حاجه عندنا في النيتروجينوس بيزز، النيتروجينوس بيزز اللي هي القواعد النيتروجينيه، لو حلقتين تو رينج بنسميهم ايه؟ بنسميهم بيورينز. طب ايه هم البيورينز؟ هم حاجتين، ادينين وجوانين، اللي هو الرمز بتاعها A فور ادينين والجي فور جوانين. تمام؟ ده كان بالنسبه لاول حاجه. طب لو وان رينج لو حلقه واحده بنسميها بيريميدينز. البيريميدينز عندنا ثلاث احتمالات، سايتوزين، والاحتمال الثاني مختلف according to ايه؟ ده برضه differentiation between ال RNA وال DNA. لو DNA بنسميه ثايامين، يبقى الثايامين ده لل DNA structure. بينما يوراسيل فور RNA ده خاص بال RNA structure. تمام؟ يبقى تاني حاجة عندنا النيتروجينوس بيزز. النيتروجينوس بيزز لو only one ring لو حلقة واحدة بيبقى عندنا كام احتمال؟ 3، يا إما سايتوزين ودي موجودة في الاثنين. طيب في حاجتين مختلفتين، ثايامين ويوراسيل. ثايامين دي خاصه بالدي ان اي، يوراسيل يعني خاصه بالار ان اي. طب نسهلها، يبقى الدي ان ستراكشر بيتكون من ايه؟ بيتكون من ادينين، ثايامين، جوانين، سيتوزين، ده الدي ان اي. بينما لو ار ان اي، لو ار ان اي هنشيل الثايامين دي ونحط مكانها ايه؟ نحط مكانها يوراسيل. تمام؟ ده كان بالنسبه لتاني حاجه عندنا هو النيتروجينوس بيزز. طب النيتروجينوس بيزز بترتبط بايه؟ بترتبط بكربون نمبر 1 في البنتوز شوجر. تمام. طيب تالت حاجه عندنا فوسفات جروب. الفوسفات جروب ده الاستراكشر بتاعها. الفوسفات جروب بترتبط بكربون نمبر كام؟ كربون نمبر 5 فين؟ في البنتوز شوجر. طب الفوسفات جروب دي مهمه لايه؟ الفوسفات جروب دي اللي بتدي للدي ان اي الشحنه بتاعته. انا دلوقتي لو جيت سالتك قلت لك الدي ان اي شحنته ايه؟ هتقول لي نيجاتيف تشارج
according to ايه؟ according to الفوسفيت جروب. يبقى الدي ان ايه فيه فوسفيت جروب، دي نيجاتيف تشارج، دي اللي تدي الشحنه بتاعت الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه شحنته سالبه، ليه؟ لانه يحتوي على فوسفيت جروب سالبه الشحنه. تمام. ده كان بالنسبه للثري كومبوننتس اوف دي ان ايه ستراكشر. طب عايزين نفرق بين حاجتين، مصطلحين مهمين جدا، نيوكليوسايد ونيوكليوتايد. ايه الفرق بين الاثنين؟ النيوكليوسايد ده عباره عن حاجتين بس، نيتروجينوس بيزس بلس البنتوز شوجر. يبقى النيتروجينوس بيزس معاها البنتوز شوجر بنسميهم ايه؟ بنسميهم نيوكليوسايد. طب النيوكليوتايد دي الثلاث حاجات، النيتروجينوس بيز، بنتوز شوجر، فوسفيت جروب. يبقى كده الفرق الجوهري بين النيوكليوسايد والنيوكليوتايد ان النيوكليوسايد ما عندهاش فوسفيت جروب. تمام. يبقى كده الفرق بين الاثنين، قلنا النيوكليوسايد عندها ايه؟ عندها النيتروجينوس بيز بلس البنتوز شوجر، بينما النيوكليوتايد عندها النيتروجينوس بيز والبنتوز شوجر والفوسفيت جروب. الفرق بين الاثنين في حته الفوسفيت جروب، النيوكليوتايد عندها فوسفيت جروب، بينما النيوكليوسايد ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش الفوسفيت جروب. ده كان بالنسبه للفرق بين الاثنين. طب مصطلح تاني عندنا كومبلمنتريتي. يعني ايه كومبلمنتريتي؟ كومبلمنتريتي يعني الادينين اللي هي الاي بترتبط مع الثيامين اللي هي التي ب2 هيدروجين بوند، رابطتين هيدروجينتين، بينما الجي مع السي ب3 هيدروجين بوند. ده مصطلح الكومبلمنتريتي. يبقى الكومبلمنتريتي معناها ان الادينين بترتبط مع الثيامين ب2 هيدروجين بوند، بينما السيتوزين بترتبط مع الجوانين ب3 هيدروجين بوند. طيب ملحوظه كده مهمه في الحته دي، ايه الاسهل اللي انا اعمل له بريك؟ يعني الاسهل في الكسر، اسهل 2 هيدروجين بوند ولا 3 2 هيدروجين بوند؟ الحته دي هنعرفها في المحاضره الجايه في الدي ان ريبليكيشن. يبقى الادينين مع الثيامين بيرتبطوا مع بعض بكام هيدروجين بوند؟ 2 هيدروجين بوند، بينما الجوانين مع السيتوزين بكام هيدروجين بوند؟ ب 3 هيدروجين بوند. ده كان بالنسبه ايه؟ بالنسبه للدين ستراكشر. ده كده بقى الدين ستراكشر كاكزامبل عليه. احنا قلنا بيكون من كام حاجه؟ 3 حاجات. اول حاجه عندنا البنتوز شوجر. تمام. البنتوز شوجر كربون نمبر 1 طالع منها ايه؟ طالع منها نيتروجينوس بيز. وعندنا ايه تاني بعد البنتوز شوجر؟ عندنا النيتروجينوس بيزز، دي تاني حاجه. تالت حاجه عندنا الفوسفيت جروب. تمام. ده كده بالنسبه للستراكشر بتاع الدي ان ايه. طب هو بقى ايه اللي بيحصل عندنا؟ دي كده بنسميها نيوكليوتايد. دي اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. ليه؟ لانها بتتكون من 3 حاجات، بتتكون من بنتوز شوجر والنيتروجينوس بيز وفوسفيت جروب. طب ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه عندنا بيحصل بوند بين الاو اتش والبي اللي هي الفوسفيت. الاو اتش دي اللي موجوده في كربون رقم كام؟ رقم 3. تمام. اهو البي والاو اتش حاصل بينهم بوند. تمام. البوند دي بسميها ايه؟ بسميها فوسفودايستر بوند. تاني، احنا دلوقتي خدنا اهو النيوكليوتايد عشان نعمل الاستراكشر بتاع الدي ان ايه. طيب دي نيوكليوتايد واحد، نيوكليوتايد 2. الاثنين نيوكليوتايد بيرتبطوا مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها فوسفودايستر بوند. ايه هي الفوسفودايستر بوند؟ دي بوند بتنشأ بين الفوسفيت جروب والاو اتش. تمام. طيب يبقى تاني، يبقى احنا عندنا نيوكليوتايد رقم 1 اهي. يعني ايه نيوكليوتايد؟ يعني بتتكون من 3 حاجات، بنتوز شوجر، نيتروجينوس بيز، فوسفيت جروب، مع نيوكليوتايد نمبر 2. الاثنين بيرتبطوا مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها فوسفودايستر بوند. ايه هي الفوسفودايستر بوند؟ دي سترونج بوند قويه جدا بين ايه وايه؟ بين الفوسفيت جروب والاو اتش. تمام. بالمناسبه احنا بندي للفوسفيت جروب طرف 5 برايم، يبقى ال 5 برايم اللي هي ال 5 شرطه دي تدل على ايه؟ تدل على الفوسفيت جروب. طب ال 3 برايم تدل على الاو اتش الهيدروكسيل جروب. تمام. دي كانت بالنسبه لاول حاجه. يبقى احنا عندنا النيوكليوتايد. النيوكليوتايد بتتكون من 3 حاجات، بنتوز شوجر، نيتروجينوس بيز، والفوسفيت جروب. قلنا عندنا 2 نيوكليوتايد، الاثنين بيرتبطوا مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها فوسفودايستر بوند. الفوسفودايستر بوند دي سترونج بوند قويه جدا بين ايه وايه؟ بين الفوسفيت جروب وايه؟ والاو اتش. تمام. يعني النيوكليوتايد اللي فوق بترتبط مع النيوكليوتايد اللي تحت عن طريق ايه؟ عن طريق الرابطه دي. اللي فوق بتساهم بالاو اتش واللي تحت عندها الفوسفيت جروب، فبيتكون ما بينهم بوند اسمها ايه؟ فوسفودايستر بوند، ودي سترونج بوند. طيب ده كان بالنسبه لاول حاجه عندنا. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها انتي باراليل. يعني ايه انتي باراليل؟ انتي باراليل معناها ان الدي ان اي ستراكشر، ان التو ستراند بتوع الدي ان اي بيبقوا اوبوزيت دايركشن. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي الستراند ده من 5 برايم ل 3 برايم، لو الفوسفيت جروب فوق وتحت لو اتش، الستراند التاني يبقى عكسه. دي معنى كلمه انتي باراليل.
يبقى الدي ان اي ستراكشر عندنا عباره عن ايه؟ عباره عن انتي بارل ستراكشر. ليه؟ لان تو ستراند بتوع الدي ان اي اوبوزيت دايركشن اهو مبين عندنا. دي عندنا 5 برايم يبقى دي 3 برايم، ده عكسها، خدت ده وعكسته. طيب اخر حاجه عندنا نعمل البوند، الهيدروجين بوند. دي عندنا مثلا ادينين، انا عرفت من فين اللي هي ادينين عشان عباره عن تو رينج عباره عن ايه؟ بيوبينز، ممكن تبقى ادينين او جوانين. تمام؟ ده كده كمثال. يبقى احنا عندنا الادينين هترتبط مع ايه؟ هترتبط مع الثيامين بكام هيدروجين بوند؟ 2 هيدروجين بوند. طيب دي عندنا ايه؟ سيتوزين هترتبط مع ايه؟ بالكومبلمنتريتي، هترتبط مع الجوانين بكام هيدروجين بوند؟ ب 3 هيدروجين بوند. طيب دي عندنا ايه؟ ثيامين هترتبط مع ايه؟ مع الادينين بكام هيدروجين بوند؟ ب 2 هيدروجين بوند. ده كده بالنسبه للدي ان ستراكشر. تاني يبقى احنا عندنا الدي ان ستراكشر عندنا بيتكون من ايه؟ من نيوكليوتايدز. النيوكليوتايد دي بتتكون من كام حاجه؟ 3 حاجات. الثلاث حاجات هما بنتوز شوجر، نيتروجينوس بيز، فوسفيت جروب. وقلنا عندنا نيوكليوتايد واحد ونيوكليوتايد اتنين، الاثنين بيرتبطوا ببعض عن طريق ايه؟ عن طريق بوند اسمها فوسفودايستر بوند. دي سترونج بوند قويه بتتكون بين ايه وايه؟ بين الفوسفيت والاو اتش. دي كده الفوسفودايستر بوند. ده كده عندنا الستراند الاولاني، ستراند رقم 1. ده الستراند الاولاني من كام لكام؟ من 5 برايم ل 3 برايم. قلنا ال 5 برايم دي معناها الفوسفيت خاصه بمجموعه الفوسفيت، ال 3 برايم خاصه بالاو اتش اللي هي الهيدروكسيل جروب. طيب الستراند الثاني قلنا في حاجه اسمها انتي باراليل. يعني ايه انتي باراليل؟ يعني شريطي الدي ان اي عكس بعض. لو ستراند واحد اللي هو الاولاني بيبتدي من 5 برايم ل 3 برايم، الثاني بيبقى ايه؟ بيبقى عكسه من 3 برايم ل 5 برايم. طيب قلنا بعد كده اللي بره دول ايه؟ اللي بره دول الفوسفيت جروب. اللي جوه بقى ايه؟ النيتروجينوس بيزس اللي هي القواعد النيتروجينيه اللي هم ايه؟ الادينين بيرتبط مع ايه؟ مع الثيامين بكام هيدروجين بوند؟ ب 2 هيدروجين بوند. السيتوزين بيرتبط مع ايه؟ مع الجوانين بكام هيدروجين بوند؟ ب 3 هيدروجين بوند. الثيامين بيرتبط مع الادينين بكام هيدروجين بوند؟ ب 2 هيدروجين بوند. يبقى كده ملخص الحكايه ان الدي ان ستراكشر من بره في ايه؟ في الفوسفيت جروب، ومن جوه في ايه؟ النيتروجينوس بيزز. من بره في رابطه اسمها ايه؟ اسمها فوسفودايستر بوند، دي رابطه قويه. من جوه بين النيتروجينوس بيزز روابط اسمها ايه؟ اسمها الهيدروجين بوند. الادينين مع الثيامين ب 2 هيدروجين بوند، بينما السيتوزين مع الجوانين ب 3 هيدروجين بوند. وقلنا الدي عندنا انتي باراليل. ليه؟ لان تو ستراند عكس بعض، واحد من 5 برايم ل 3 برايم والثاني من 3 برايم ل 5 برايم. تمام؟ ده كان بالنسبه للدي ان ستراكشر.